حين يسكن الليل ويدق الطبل في شخص بيصحينا وصوته حكاية عمرها ما انتهت. تخيلوا معايا الساعة 3 الفجر الشارع هادي وفجأة تسمع صوت الطبل يكسر الهدوء. اصحى يا نايم وحد الدايم. احنا متعودين على المسحرات كأنه جزء من طفولتنا، بس السؤال ده يا ترى هو جاي منين؟ ناس كتير بتقول ان اول مسحراتي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه بلال ابن رباح، ولكن الحقيقة الادق ان بلال كان بيؤذن قبل الفجر علشان ينبه الناس ان لسه في وقت للسحور. اما المسحراتي بالشكل اللي نعرفه دلوقتي بطبل ولف في الشوارع فده ظهر بعد كده بقرون، اشتهر جدا في مصر خصوصا في العصر الفاطمي لما كان بيلف في الشوارع وينادي الناس باسمائهم. تخيلوا حد يصحيك يقولك اصحي يا بسمة رمضان كريم. اصحى نايم يا نايم اصحى رمضان كريم. الجرسون بعد كده بقى لها طبل مخصوص واحيانا كان يعتبر وظيفة رسمية. الغريب بقى ان رغم الموبايلات والمنبهات لو اختفى المسحراتي نحس ان رمضان ناقص حاجة، يمكن لانه مش بس بيصحينا للسحور، هو بيصحي فينا روح زمان وشوارع مليانة ذكريات وحنين الطفولة. لكن روح الحكاية بتكمل. كنت معاكم بسمة مختار وده كان جزء تاني من حكاية ملهاش نهاية. انتظروني في حلقة جديدة.